لو جه عليك وقت وزعلت حد او قلت لحد كلمه تضايقه، خصوصا لو كان عزيز على قلبك، اوعى تقول هسيبه لحد ما يهدى وبعد كده اتكلم معاه. لا قدر الله لو حد في شقته نار، ما بيسيبش النار لحد ما تهدى وبعد كده يبدا يطفيها، لان النار لو هدت لوحدها هتكون خربت الدنيا كلها في الشقه. انت برضو مع صاحبك او العزيز عليك، لو انت قلت له كلمه تضايقه وقلت لما هسيبه يهدى، لما تيجي تتكلم معاه هتلاقي الدنيا كلها خربت بينكم انتوا الاتنين. علشان كده حاول تلحق النار وهي لسه في اولها. اتكلم معاه، اعتذر له، قول له انا اسف. اي نعم ممكن النار تكون كلت حاجة معينة، بس حاول بقدر الامكان انك تنقذ ما يمكن انقاذه. اوعى تسيبه مع نفسه للشيطان ان هو يجيبه ويوديه. اوعى تسيبه يفكر مع نفسه ويخلق سيناريوهات ممكن اصلا ما تكونش حصلت في البداية. مش مهم مين يتكلم الاول ولا مين اللي صالح مين، المهم اللي في الاخر اللي بينكم اكبر من كده بكتير.